السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في اللي بيحصل في الكورة. اللي بيحصل بقى مجرد بودكاست. كل حاجة في الكورة دلوقتي بقت بودكاست. مجرد ناس طالعة تتكلم. كل واحد لعب الكورة والمثال دلوقتي طالع يتكلم. كل واحد عنده منصة وطالع يتكلم فيها. والمشكلة إن الأغلبية طالعة تكسب ريتش، يعني مش طالعة تتكلم في الحقيقة أو تتكلم في قصة حقيقية أو تتكلم في الواقع أو تتكلم في كورة أو تتكلم فنيات. لا، هي الكورة دلوقتي بقت أكل عيش، سبوبة. سبوبة لكل واحد موجود ليه دخل بالكرة الرياضية، بالكرة في مصر عامة، وليه دعوة بالرياضة. ريتش. أنا ممكن أقول كلام مستفز عن الزمالك وعن الأهلي مش عارف إيه عشان آخد ريتش. أخش أشتم في الزمالك عشان آخد ريتش. أخش أمجد في الأهلي عشان آخد ريتش. أخش أغلط في الأهلي عشان آخد ريتش. هي بقت الموضوع كله على بعضه سبوبة. لو شتمت فناس هتخش تهاجمني، فتعليقات كتير، فلايكات كتير، فمشاهدات كتير. لو دخلت وقلت حاجة مش حقيقية وحاجة مستفزة، حاجة أصلا العقل ما يستوعبهاش، زي اللي بيعمله عمرو الدرديري ده، شخصية يعني أرجوزية مش أكتر. ده لا إعلامي ولا بتاع كورة ولا بيفهم في فنيات ولا ناقد رياضي. هو محسوب علينا إن هو بيتكلم في الكورة، بس إيه اللي هو بيقوله؟ مجرد أرجوز بيطلع يتكلم. أرجوز بيطلع يحكي في أي حكي، ينتش في أي نتش، ينزلك بوست مستفز، يطلع يقول لك كلام مستفز، كلام مش حقيقي، ومنتهج منهج الأراجوز. أنا طالع عشان أضحك. انتوا بقى تشتموني بقى، تعملوا لي اهم حاجه الريتش، تعالوا خشوا بصوا اشتموا زي ما انتوا عاوزين. واحد زي جمال عبد الحميد، بني ادم مستفز، اراءه مستفز. ناس كتير يعني بدون بقى ذكر اسامي كتير، يعني اغلبيه المواضيع على الساحه دلوقتي الموضوع بالنسبه لهم سبوبه. إيه اللي بيجيب لي اكل عيش؟ ان اغلط في الاهلي. إيه اللي بيجيب لي اكل عيش؟ ان اقول قصتي القديمه عن الاهلي واحرفها زي جمال عبد الحميد. إيه اللي هيجيب مثلا الناس تطلبني ويبقى في ريتش وفي لايكات وفي شتايم في الكومنتات عشان الموضوع يعلى؟ ان اقول حاجه مستفزه وان اقول حاجه مش حقيقيه. الموضوع كله على بعضه بقى مستفز. ولو جيت تبص اصلا على الكوره في مصر، هي ما بقاش في كوره. هي فين الكوره اللي احنا بنتكلم عنها؟ هي فين الكوره اللي معمول عليها كميه البودكاست اللي موجوده، وكميه البرامج اللي موجوده، وكميه الاعلاميين اللي بقى بيتكلموا، اللي هم اصلا في الاصل لعيبه الكوره، فما ينفعوش في ان هم يبقوا مدربين. فقال لك تعالى نطلع نتكلم بقى في البرامج. كله اكل عيش وكله سبوبه. يا جماعه والله الواحد بس بيتكلم في حته ان هو لو انتوا طالعين تتكلموا في الكوره انا ممكن اسمعكم والناس هتسمعكم، بس مفيش حد بيتكلم فني. انا ما شفتش برنامج بيتكلم فني. كلها لا اما اخبار، واحد بيسرد شويه اخبار، ده راح وده جه والمدرب ده مسك والمدرب ده مشي واللعيب ده راح واللعيب ده جه واللعيب ده اتصاب. يعني ما فيهوش اي فنيات. لا اما اي هري. هات من القديم على الجديد واحكي قصتك القديمه مع. فاخش في الاهلي شمال، فالاهلي بيجيب منين فلوسه، فالزمالك في ازمه ماليه، لا ده ارض اكتوبر. يا جماعه هي مش دي كوره. هو احنا ليه فاهمين غلط؟ كلها بقت ماشيه ارض اكتوبر والاهلي جاب فلوسه منين. وخد على ده بقى 50 برنامج و50 سؤال، وتيجي تدور اصلا في الاصل. هي فين الكوره اللي بتتلعب؟ مفيش اي كوره بتتلعب. هي مفيش كوره في مصر. الكوره خلاص بتتلاشى. وبص عندك على المواهب، انت ما عندكش مواهب. انت فين المواهب اللي عندك؟ عايزه دفع لها فلوس عشان تلعب. فين الناشئين اللي عندك؟ كلها ماشيه مصالح وسبوبه، وده ابن مين وده جاي منين وده هيدفع كام. غير كده ما بقاش في كوره. الكرة خلاص على الله حكايتها. هما اللي ماسك نفسه النادي الأهلي، والزمالك بيحاول، والإسماعيلي انهار، والاتحاد في آخر الجدول، والمصري بيعافر، وبقيتها كلها أندية شركات، يعني أندية فلوس بس. يعني الكرة كلها بقت عبارة عن فلوس. تدفع كام وتاخد كام. الأول الواحد كان بيتفرج على الكورة اللي الناس كانت بتلعبها بروح وبضمير وبتخاف على التيشيرت، وإن لعيب يتنقل من فرقة لفرقة أيا كان، كان بيحصل ضجة وكان بيحصل يعني الدنيا بتتقلب. إزاي اللعيب ده عمل كده وإزاي. دلوقتي بقت أسهل حاجة، كل واحد بيقول لك أنا بدور على مصلحتي، ودي حقيقة. مش هقول لك لأ. كلها بتدور على مصلحتها لأن الأندية بتدور على مصلحتها. مفيش نادي مش هيدور على مصلحته، لأن اللعيب لما بيكبر أو مستواه بيقل النادي بيبقى عايز يمشيه أو عايز يبيعه. طبيعي. ففي نفس الوقت اللعيبه بيبقى مستواه عالي وجاي له فلوس اكتر، فهو مش دي مصلحه ليا. انا هاخد ايه يعني من النادي؟
انا عمري في الملاعب قصير، انا عايز اعمل قرشين، انا عايز امن نفسي. فبقت كلها المبدأ السائد في كل حاجة، إن كان في اللعبة، في لعب الكورة أو في الإعلام أو في التدريب أو في أي حاجة، المصلحة والسبوبة. فللأسف الواحد حتى ما بقاش عنده نفس يطلع يتكلم في كورة. يعني امبارح لسه الأهلي كسبان، ومع ظلم تحكيمي حصل امبارح في الماتش ومش عارف إيه، بس والله العظيم الواحد ما عنده نفس يتكلم في الكورة، لأن ما بقاش فيه. بقى يعني ما بقاش ده المهم في الكورة، خلاص ما بقاش فيها كلام. الواحد بيجي يفكر ان هو يتكلم، يطلع يدردش مع الناس شوية، يتكلم كورة شوية، يبص يلاقي الموضوع بقى ماسخ. ويجي مثلا يقلب مثلا في السوشيال ميديا، يلاقي ناس محسوبة علينا ان هم اعلاميين، وان هم لعيبة كورة، وان هم مدربين، وان هم بيتكلموا فني. مجرد ان هم يعني بيستفزوا الناس عشان خاطر بس مجرد الناس تخش تشتمهم في الكومنتات. ما هو انت ما تقنعنيش ان انت بتنزل البوست ده وبتقول رأيك فيه ده بالطريقة دي وبتقول الكلام ده وانت متأكد ان الناس هتخش تشتمك وتهاجمك وتنتقدك، لان هو ولا زملكاوي ولا اهلاوي ولا حد بيفهم كورة هيبقى معاك فيه. فاعذرونا يا جماعة، والله العظيم الواحد مستفز جدا من اللي بيحصل، من كمية الاستفزاز اللي حصل في الإعلام، وعدم الكلام في الكورة. هو مجرد إعلام لمجرد الشو، ومجرد الريتش والسبوبة. فده اللي مخلي الواحد مستفز، إن وسط كل كمية الإعلام ده مفيش كورة، كلها مجرد حكاوي القهاوي بس. السلام عليكم اخواتي.